مرة كان في واحد اسمه سامي ساكن في بيت قديم في حارة ضيقة وسط القاهرة. البيت ده كان معروف عنه حاجات غريبة، بس سامي ما كانش مصدق الكلام ده لحد ما حصلت اللي هحكيها لك دلوقتي. في يوم من الأيام سامي كان بيظبط حاجاته في الأوضة اللي تحت في القبو. القبو ده كان مظلم جدا، ودايما سامي بيحس إن في حاجة غريبة هناك، بس ما كانش بيخاف. في الليلة دي قرر يروح يشوف القبو كويس وياخد شوية حاجات من تحت. وهو بينزل الدرج الخشب القديم اللي بيوصل للقبو حس بريحة غريبة، ريحة كأنها عفنة، بس مش زي العفن العادي، حاجة تانية. وبرضه حس بنسمة هوا باردة بتلمس وشي مع إنها ما كانش ليه شباك ولا تهوية. وصل سامي القبو والنور اللي معاه كان بيهتز مع كل حركة. فجأة سمع صوت خطوات خفيفة ورايا. لما استدار ما لقاش حد، بس قلبه بدأ يدق بسرعة. فضل سامي يمشي في القبو ولقى باب صغير ورا رفوف قديمة مليانة غبار. الباب ده كان متقفل بمفتاح صغير. سامي كان شايف المفتاح ده من زمان مربوط بحبل معلق على الحيطة. فتح الباب. ورا الباب كان في درج بيتنازل لتحت تحت الأرض أكتر. نزل سامي الدرج والضلمة كانت أكتر ما تتوصف، بس كان معاه كشاف صغير. وهو بينزل حس بصوت همسات جاية من تحت مش واضحة، بس زي صدى أصوات ناس بتتكلم بسرعة. وبعد ما وصل للآخر لقى غرفة صغيرة فيها تماثيل خشبية قديمة وكتابات غريبة على الحيطة. فجأة الباب اتقفل ورايا بقوة، والسماعات بتاعته وقعت من إيده. بقى في ضلمة كاملة، والسامي بدأ يسمع صوت تنفس تقيل ومرعب حواليه. حاول يصرخ بس الصوت مش بيطلع. بدأ يحس ببرودة تتسلل لجسمه، وبيسمع همسات بتقرب منه أكتر وأكتر. وسط الضلمة دي ظهر له ظل طويل مغطى برداء أسود، ما كانش له وش واضح، بس عيونه كانت بتنور بلون أحمر. الظل ده قرب منه وقال له بصوت مخيف: ليه جيت هنا؟ المكان ده مش ليك. سامي حاول يهرب بس رجليه ما كانوش بيسمعوه، وكأنه متجمد. الظل ماسكه من إيده وسحبه ناحية تماثيل خشبية. التماثيل بدأت تتحرك وتتحول لأشخاص حقيقيين، عيونهم بتلمع بالشر، وابتدوا يحيطوا بسامي. الظل قال له: دي أرواح ناس اتدفنوا هنا من سنين، والقبو ده هو السجن بتاعهم. مين يجي هنا لازم يفضل معانا. سامي حس بالرعب بيملأه، وعيونه بتدمع وهو بيصرخ بصوت مكسور: سيبوني. فجأة الضوء رجع فجأة، والباب اتفتح بقوة، وسامي لقى نفسه واقف عند مدخل القبو، والكل كان يشوفه وهو بيصرخ. من ساعتها سامي منزلش تاني للقبو، والبيت ده بقى الناس بتبعد عنه، والكل بيقول إن سر القبو المظلم ده لسه بيخبي حاجات أكتر مرعبة من اللي حصل مع سامي، واللي يجرؤ ينزل هناك ما يعرفش هيرجع تاني ولا لأ.